طيب، انا عندي مشكله كبيره قوي ولازم اكلمكم عنها دلوقتي. انا كنت طالب اوردر من امازون من حوالي شهر، من امازون امريكا. الاوردر كان تكلفته حوالي $1100. كنت طالب شويه حاجات للاستوديو هنا، اضاءات وكده يعني. المهم كان المفروض يوصل يوم 10 مارس. بعدين جينا يوم 7 مارس، حد كلمني من ارامكس عشان يوصل الاوردر. آه، جه يعني وخدت منه نص الاوردر. نص الاوردر بالظبط. المفروض ان كان فيه 2 ايتمز، هو الاوردر كله 5 ايتمز، كان فيه 2 ايتمز لسه ما جوش. قال لي ده اللي جالنا، قلت له تمام. فتحت امازون لقيتهم فعلا عملوا سكيدول لباقي الاوردر، خلوا ان في 2 لسه هيوصلوا يوم 14 مارس، من 10 مارس ل 14 مارس. قلت تمام. يوم 14 مارس حد كلمني قال لي باقي الاوردر بتاعك جه. قابلته اداني كرتونه كده، هي لسه هنا على فكره. المهم خدت الكرتونه وانا حاسس ان حاجه ناقصه، فبفتح امازون تاني لقيتهم عملوا سكيدول لاخر ايتم اللي هو اهم ايتم في الموضوع كله. قالوا لي والله ده هو متاخر في الترانزيت في مصر، وقف يعني. فانت عاوز تستناه ولا عاوز فلوس؟ فانا هم قالوا لي يعني لو اتاخر ليوم بعد بكره ممكن يرجع لك الفلوس. فانا عاوز الايتم. بصوا، هو انا جايب اضاءه اللي هي اللي ورا دي والستاند ده، وجايب اوكتا بوكس سوفت بوكس ليهم كلهم عشان يشتغلوا. من غيرها الاتنين دول اللي ورايا دول ما يشتغلوش اصلا. فانا كلمتهم قلت لهم يا جماعه والله حصل واحد اتنين تلاته، وانا مش عاوز ريفند، انا عاوز البرودكت استناه. فالكاستمر سيرفيس قال لي تمام وهنبعت لك ميل بده. قفلت معاه لقيته عمل ريفند والفلوس رجعت لي. بكلمهم على الميل بيردوا عليا نفس الرد، اكلم الكاستمر سيرفيس بيردوا عليا نفس الرد. والله احنا اللي عندنا ان احنا هنرجع لك فلوسك. طب انا مش عاوز الفلوس، مين قال لكم تعملوا يعني بالنيابه عني ريفاند؟ انا مش عاوز الفلوس، انا عاوز البرودكت. انا اشتريت حاجات كده ملهاش لازمه ومش موجوده عندي في مصر، وانا دافع شحن ودافع جمارك قد ثمن المنتج، مش عشان تعملوا ريفاند. قالوا لي والله ده اللي عنده. طب مين اللي عمل ريفاند؟ انا ما عملتش. مش عارفين يردوا. هو عمل بمزاجه. طيب انا دلوقتي عاوز المنتج، مش عارفين يردوا. والله احنا حولنا لك الفلوس. قلت لهم حلو، طب انا هدخل اطلب نفس المنتج تاني. ادخل اطلبه، هم حقولوا لي $300. ادخل اطلبه الاقيه ب $451 و55 سنت. طب مين هيتحمل ده؟ هي غلطتي ولا غلطتكم؟ ما يردش. والله احنا اصل المشكله ان احنا عملنا لك ريفاند. طب ما انا ممكن اعملها لك ريفاند انا كمان وارجعها لك. ما عندهمش رد. يعني انت عملت لي كامازون، عملت لي ريفاند بمزاجك، موظفين خدمه العملاء بيردوا نفس الرد، وعشان اطلب نفس المنتج انا محتاج اصرف $150 زياده عشان اعوض غلطتك انت. انا مالي؟ يعني انت كشركه عملاقه بالحجم ده بتخاطب، هو دي الكاستمر سيرفيس بتاعتك ان انت بتقول للناس لا انا هحملكم اللي هو بعملتي انا بقى 7500 زياده عشان انا غلط؟ انا غلط فانا مش هتحمل غلطتي وهخلي الكاستمر سيرفيس بتاعتي تعمل حاجات غير الويرنج بتاعتك. انا هعمل لك ريفند غصبا عن عينك وهحملك 7500 او $150 غصب عن عينك وما تتكلمش. فين يعني باي شكل انت منتظر الكاستمر بتاعك يبقى لويال ليك او يطلب منك تاني؟ انا مش عارف. ويعني انا منزل حتى من زهقي، وانا عاوزكم تقولوا لي رايي حتى امنشنهم، يعني على الله يردوا بقى.